أهلا ببرج الثور. بناخد قراءة طاقية للثور. ناخد برج الثور. ما تبقى من شهر 8 والأسبوع الأخير من 8. طاقة الثور الروحية، وبناخد طاقة العلاقة وطاقة حبيبك يا ثور. طيب بنبتدي بالطاقة الروحية للثور، لبرج الثور. اللي أول مرة يشوفني ما ينساش يعمل لايك ويشترك في القناة علشان يوصله كل جديد من قراءات الشهر. بسم الله. يا ترى الطاقة الروحية بتاعت الثور ايه؟ حدث روحية في حياة الثور. شايفة ان الثور تغيرات روحية، احساسك بيختلف، الحدس بتاعك بيعلى. شايفة ان الثور بيكون متقرب الفترة دي من نفسه شوية، وبيحس ويسمع ويستشعر ان نفسه من جوه اتغيرت، او بقى احساسه اعلى، او بقى يحس بالحاجات الحلوة، او بقى يحس بالحاجات الوحشة بطريقة اكتر من الاول. يعني انا شايفة انه انفتاح كده على الروحانيات والطاقة الايجابية الفترة اللي جاية ان شاء الله للثور. وشايفة كمان تحس ان الثور لو بيحلم حلم بيتحقق، لو تحس ان هي حاجة هتحصل اشوفها الاول في الحلم. في تغيرات كبيرة روحية في حياة الثور، وتغيرات ايجابية للثور. طيب خلينا ناخد كمان بسم الله الطاقة العاطفية ايه يا ثور او يا ثور. طاقة الشريك الثور وطاقة الثور. اوكي، طاقتك ايه يا ثور الفترة دي؟ بسم الله. مسافر مغادر، شايفة بيرحل. شايفة الثور بيرحل عن أفكار سلبية، بيرحل عن مشاكل، بيرحل عن أصدقاء وناس وتدخلات من ناس يعني كانت مضايقة الثور، أو بيرحل كمان عن علاقة فاسدة أو سامة أو علاقة غير سوية. في حالة رحيل، وفي حالة يعني هو بيرحل عن العلاقة، لكن عنده عند الثور شايفة ان هو عنده، اقول لكم ايه، مناسبة حلوة، عنده سعادة وتوافق في حياته. الثور عنده حب جديد، يعني انا شايفة ان ده حب جديد او مرحلة جديدة في العلاقة. لو ده شخص من الماضي والثور بيرحل من علاقة وداخل في علاقة جديدة، فشايفة ان علاقة سوية جدا ومكتملة جدا، وشايفة ان شريك هايل، وشايفة ان الثور يعني هقول ربنا كرمك بهذا الشريك، لان انا شايفة ان العلاقة العاطفية في حال كويس جدا وبداية حلوة، وفي زي جواز، زي ترسيم علاقة، زي شايفة كمان ان في تطور عاطفي مع شخص ممكن يكون داخل حياتك، بس في حالة جواز، في حالة ارتباط، في حالة حب، في خطوبة، في علاقة بتكمل. طيب خلينا نكمل ونشوف طاقة شريكك ايه او حبيبك او العلاقة دي ايه يا ترى. حتى لو شخص من الماضي ممكن يكون راجع ليك بشخصية تانية، يكون راجع بنوايا اخرى، بنوايا مختلفة. خلينا نقول طاقة الشريك ايه او حبيبك. شايفة ان هو زعلان، شايفة ان هو متضايق، شايفة ان هو منتظر حاجة تفرحه. طيب شايفة كمان ان انا شايفة كمان ان شريك الثور بيفكر في عمق في امر ما بيخص عيلة او اسرة او ناس، او بيخص يعني لم شمل تاني، او عودة تاني لعلاقة تانية، يعني عودة لنفس العلاقة. زي كان حد مثلا منفصل بيرجع تاني يفكر في جواز مرة اخرى، او بس هو مش عارف ياخد القرار، او القرار واقف ضده. غريبة، تناقض ما بين طاقة الثور اللي كلها فرحة وسعادة، وما بين طاقة الشريك متردد. يعني ممكن يكون شايفة ان طاقة الثور بيستعد ومستقبل هذه الطاقة، لكن الشريك اللي هيعمل كده او اللي هيتواصل معاه في فرحة وسعادة، نفس الفرحة ونفس السعادة، بس شريكك حاسة انه خايف،
حاسه ان هو شايل احمال فوق طاقته، حاسه ان هو شايل هموم. يعني انت ماشي بانسيابيه في العلاقه وسايب نفسك وبتستقبل حب وبتستقبل سعاده، لكن هو يظهر لك ان هو متقبل معاك نفس الفرحه ونفس السعاده ونفس الاتصال لو كنتم منفصلين، او لو كنتوا لسه بتعرفوا بعض جديد ان في خطوبه أو قرب. بيستقبل ده، بس هو عنده افكار سلبيه كتير. شايفه ان في ناس بتتدخل بتفسد هذه العلاقه. شايفه ان في امور بتشيله فوق طاقته من ناحيتك، وفي افكار سلبيه اتجاهك، وفي فكره بتدور في باله اتجاهك. وشايفه كمان ان هو حاسه ان هو مش مبسوط وكان منتظر منك ردود افعال مختلفه. شايفه كمان ان هو زعلان، او شايفه ان هو مش بيبات لك نفس الاحساس. ليه؟ يلا نشوف ليه. هقول مشاعر الطور. اوكي، ناخد مشاعر الشريك الطور للطور. مشاعر الشريك ليك يا طور. مشاعر الشريك ليك يا طور، شايف ان هو مش واخد حقه. يعني هو بيدي في العلاقة اكتر ما بياخد، وشايف ان انت بتجرحه وبتقسى عليه وبتيجي عليه، وشايف ان انت بتثير غيرته وبتثير شكوكه وبتثير جرحه. يعني قصد تجرحه، قصد تهينه، قصد ما تسمعش كلامه، قصد توجعه، قصد ان انت تخليه غير، قصد انه يعني محملك كل المواضيع. كمان ان هو مش شايف ان في عدالة في الحب، شايف ان هو بيدي وما بياخدش، شايف ان هو بيدي لك اكتر ما بياخد، شايف ان هو بيديك حب واهتمام وبيدي لك حاجات كويسة في العلاقة وهو ما بياخدهاش، وشايف ان انت جرحته. ممكن يكون شافك مع حد، او شايف تدخل الاخرين في حياتك، او غيران عليك، او حاسس ان انت ممكن تكون بتبص لغيره، بتخدعه، بتخونه. شايف منك حاجة غريبة جدا، او انا شايفه ان هو مجروح منك وزعلان واخد على خاطره منك الفتره دي، وشايف ان سعادته مقلوبه معاك. مش عارفه ليه حاسه بطاقه سحر. طب خلينا نقول طاقه الطور ايلي. يعني شايفه ان الطاقه حلوه. الطاقه دي حاجه وعكسها على فكره. شايفه ان الطور، يعني هي تحس ان في مشكله ما بين الطور وما بين شريكه. شايفه ان الطور برضو في حاله تشافي، زعلان منه، رد فعل. يعني في فعل حصل وفي رد فعل حصل ما بينهم هما الاتنين، في مشكله عاطفيه كبيره، في تدخل طرف ثالث في العلاقه دي بوظها. لان العلاقه دي كانت في بدايتها حلوه، في مشاعر جميله وفي لم شمل وفي قرب. ايه اللي يخلي الدنيا تبقى كده؟ ففي طرف ثالث دخل في العلاقه، وفتنه كبيره وتبويظ كبير للعلاقه دي يا جماعه. بعد ما كانت الدنيا كويسه ولقينا اللي احنا عاوزينه، وابتدينا نخاف من العلاقه ونتوتر ونبعد، وابتدى يدخل العند، وابتدى يدخل المشاكل والامور المشحونه، شحنت العلاقه بشيء ما وقلبت الموازين. سبحان الله. زي ما بقول لكم، حاسه بطاقه سحر، حاسه كده. شايفه يعني ان الامور ازاي كانت ماشيه كده ورجعت باظت تاني. طيب تمام. انا عندي على فكره برج اسد. بمناسبه الابراج، عندي ابراج مائيه وابراج ناريه، وعندي عندي اسد كمان، وعندي ايه، عندي مائي، وعندي هوائي، وعندي ميزان، وعندي برج ايه، ترابي. طيب خلينا نكمل ونقول في تواصل مرة أخرى ما بين الطور وما بين شريكه اللي كل العوامل داخلة في العلاقة ومبوظاها. بسم الله. هل في تواصل مرة أخرى؟ في غموض وفي مشاكل؟ لا. شايفة ان في قوة داخلة، زي ما قلت، قوة مبوظة العلاقة دي. طيب اللي محتاج قراءة تفصيلية توضيحية عن العلاقة وعن الشريك وعن الطرف الثالثة، يتواصل معايا بالرقم اللي موجود في البايو. بعمل له قراءة تفصيلية ليك، تخصك انت، بطاقتك انت، بتفاصيلك انت، بتكون خاصة اكتر، بتكون توضيحية ليك اكتر، بتفهم فيها الامور. بتتكلمني على الرقم اللي موجود على القناة، وانا بتواصل معاك وبعمل لك قراءة ليك توضيحية ليك تفصيلية ليك انت، بطاقتك انت وشريكك.